لقطة تلخص كل شيء. الكاف بسبب هذه اللقطة سوف يمنح الكرة الذهبية لابننا المغربي أشرف حكيمي بشكل أكيد. نعم، مشهد رائع صدم جماهير باريس سان جيرمان. حكيمي انطلق من المرمى إلى المرمى بسرعة قياسية من وحي الخيال، لكن انظروا ماذا فعل في نهاية المطاف. نعم، الدقيقة 85 باريس متقدم بهدف لا شيء على سالزبورغ، والجميع يريد أن يطمئن على فوز باريس، لكن في هذه اللحظة قرر المغربي أشرف حكيمي أن يطمئن جماهير فرنسا بهذه اللقطة العجيبة التي لا يمكنها أن تشاهدها إلا من مغربي ذو أخلاق عالية. ما وصل إلى منطقة جزاء فريق رضا النمساوي، والجميع توقع أن يكون أشرف حكيمي أنانيا وأن يسجل هدفا بسهولة، لكنه قرر أن يقوم بأسيست لمهاجم شاب الجديد لفريق باريس سان جيرمان. رغم أن المباراة منتهية بنتيجة مريحة وبإمكان حكيمي تسجيل هدف تاريخي، لكنه فاجأ الجميع وقرر أن يشجع هذا اللاعب الجديد واللاعب الذي تأمل الجماهير باريس سان جيرمان يكون رأس حربة الذي افتقده الفريق الفرنسي منذ زمن.